في ناس بتشتغل 12 ساعة في اليوم وبتتعب وبتجري وتتحرك بس تفضل في نفس المكان اللي هي فيه. ليه؟ لأنهم ببساطة مش عارفين هم رايحين على فين. الإنسان يا صديقي اللي ما عندوش هدف بيعيش على هامش الحياة، والحياة ما بتحبش الضعيف لأنها هتهرسه مع الناس اللي بتهرسهم. على فكرة تحديد الهدف مش رفاهية، ده خريطة عشان تنجو بيها في وسط بحر الحياة اللي انت عايشها. مش كفاية انك تقول أنا عايز أنجح، لا، لازم تقول أنا هكون مثلا مدير مسؤول خلال 2 في شركة متخصصة في كذا، وهبدأ بدراسة المجال ده وأطبق وأتطور من مهاراتي علشان أقدر أوصل لهدفي. وعلى فكرة كل ما كان الهدف بتاعك واضح، سرعة استجابة عقلك الباطن ليه كانت أكتر. تخيل كده معايا لو شغلت سفينة من غير قائد ومن غير خطة، من غير هدف، وسبتها تمشي كده في البحر، إيه اللي هيحصل لها؟ هتفضل تخبط في الصخور من هنا لهنا أو تفضل تايهة لحد ما تغرق. لكن لو عندها وجهة واضحة حتى لو وسط عواصف هتوصل، يعني هتوصل. تعال معايا نشوف كده قصة لشتير، من موظفة كاشير لمصممة أزياء. كانت بتشتغل في مجال الملابس، بتقص ورق، بتنظف رفوف وتراقب الناس، وكان حلمها إنها تبقى مصممة أزياء. كتبت أهدافها بوضوح جدا، رسمت موديلات، درست تصميم، واشتغلت على نفسها لحد دلوقتي لما بقى عندها ماركة أزياء باسمها، وكمان بتتعرض في معارض عالمية. كل ده بدأ بجملة واحدة بس: أنا عايزة أكون كذا وهعمل 1 2 3. يعني حددت هدفي بوضوح وحطيت لنفسي الطريق اللي همشي عليه. وعلى فكرة بدل ما تقول أنا عايز أنجح ويبقى الموضوع عايم كده، لا، ده كده مفهوش وضوح. أنا عايزك تكتب إن أنا مثلا هكسب أول 10,000 جنيه من مشروعي قبل نهاية السنة، أنا هكسب 100,000 جنيه من كذا قبل ما السنة دي تنتهي، أنا هتعلم إيه، هبدأ منين، ولازم كمان أقيس كل أسبوع وأعرف إيه المفروض هبدأ منين، وكل أسبوع إيه اللي المفروض يتعمل. الهدف من غير وقت إيكوال حلم ضايع. حدد مواعيد حتى لو بسيطة. أنا ملتزم بهدف وبقرب له كل يوم عشان أنا أستحق النجاح، والخطوات بتقربني ليه. مفيش حاجة اسمها طريق النجاح جاهز، الطريق بيتبني بخطوة وبعديه خطوة وبعديه خطوة. بس البداية الحقيقية مش في الحركة ولا الشغل، البداية الحقيقية انك تبقى عارف انت رايح فين، تحدد هدفك. لو ما حددتش عايز تروح فين هتفضل تلف لحد ما تقف وتقع مكانك. الانسان يا صديقي اللي ما عندوش هدف بيعيش على هامش الحياة، والحياة ما بتحبش الضعيف لانها هتهرسه مع الناس اللي بتهرسهم. تاني حاجة، العقل الباطن بيحتاج خريطة، ما ينفعش انك تسيبه يمشي لوحده. كل نجاح عظيم بدأ بهدف مكتوب وواضح ومكرر كل يوم. اوعى تنسى هدفك واوعى تنسى حلمك. صمم انك تحققه، والله العظيم هتحققه. شوف يا صديقي، اللي هيغير مستقبلك مش ظروفك لكن قراراتك انك تحدد اهدافك الحقيقيه وانك تبدا خطوه ناحيتها. ما تنساش لو استنيت الظروف تبقى مثاليه عمرك ما هتتحرك، لان المثاليه وهم والحركه هي الحل. اكتب دلوقتي في الكومنت انا حددت هدفي وهبدا من النهارده، واشترك معنا في القناه لأن رحلتك بدأت خلاص، وإحنا هنا علشان نوصلها للما لا نهاية سوا، من النجاح للسعادة، طمأنينة، للسلام، لكل حاجة حلوة أنت نفسك تعيشها. لأن كل حاجة حلوة أنت نفسك تعيشها بتبدأ من جوه عقلك. قدرت تبرمج عقلك، قدرت توصل لكل اللي أنت عايزه.